لو فاكر ان انت كسي او شركه عقارات لما بتدفع 100,000 200,000 لشركه سوشيال ميديا عشان يعملوا لك شويه بوستات وشويه اعلانات كده انت بتعمل تسويق، فانا جاي اقول لك لا. انت كده بترمي فلوسك في الارض. السوشيال ميديا لوحدها عمرها ما هتبيع يونت ب 10 15 او 20 مليون جنيه. عايز تعرف بقى فلوسك دي بتروح فين؟ ركز بقى معايا. المشكله الاساسيه في الماركتنج ان انت فاكر ان السوشيال ميديا هي الفانل كلها. الحقيقه ان هي مجرد التوفو، يعني مجرد الوش. ايه بقى الفايده لما يجي لي 1000 ليد والسيلز عندك يقولوا اصل الارقام ما بتردش، او الناس دي بتسال على ايجار، او اوت اوف بادجت؟ واوت اوف بادجت دي توبيك كبير قوي هنتكلم عنه بعدين. السبب بقى البسيط قوي ان انت ما عندكش فانل. انت عندك صفحه فيسبوك، عندك انستجرام، وعندك لينكد ان، عندك ويب سايت هايل، بس في فرق كبير ما بين اللي بيلم داتا واللي بيقفل ديل. عشان تبيع عقار او تبيع حاجه قيمتها عاليه، العميل لازم يمر بثلاث مراحل، وانت كسي او لازم تبقى مراقب ده عن قرب. ستيج رقم واحد هي التوفو، اللي هي التوب اوف فانل، اللي هو الوعي. فيديوهات بتشرح ليه الاستثمار في المنطقه المعينه احسن من الاستثمار في المنطقه الثانيه، وده اللي بالتدريج بيبتدي يجذب العميل ليه. الموفو وهي الميدل اوف فانل، وهي التربيه. عميل ساب بياناته كويس، ابعت له فيديو بقى تحليل للسوق، ابعت له كيس ستادي لمستثمر كسب معاك، ابني الثقه من قبل ما السيلز ما يكلمه. والبوفو هو البوتوم اوف فانل. هنا بقى بناخد القرار. هنا بقى يا باشا دور السيلز ان هو يتدخل، او تبعت له عرض وتقول له ان هي دي الفرصه الاخيره. لو ما عندكش بقى سيستم بيربط الثلاثه دول ببعض، كده انت فاتح جمعيه خيريه بتدي فلوس لميتا او فيسبوك. انا النهارده جاي اقول لك الكلام ده عشان اغلب الايجنسيز بتخاف ان هي تقوله لك. اي ماركتنج سيستم في اي شركه عاده بيكون فيه خلل، والخلل دايما بيكون حاجه بسيطه. فعايزك تراجع الثلاث حاجات دول كويس جدا، التوب والميدل والبوتوم اوف فانل بتاعك، اخبارهم ايه؟ هل اغلب كلام الناس عندك في الشركه ان احنا وصلنا لعدد كبير جدا من الفيوز، وصلنا لعدد كبير جدا من الريتش والموضوع هنا وقف؟ هل في بلوجز وارتكلز وبي ار وحاجات كتيره بتتكلم عن شركتك وعن مدى قوتها، ولو انت عندك مشكله في الماركت بتحاول تحسنها بطريقه او باخرى؟ واخيرا هل السيلز اللي عندك والسيلز كيت المتاحه بالنسبه لهم هي قويه بما فيه الكفايه ان هي تقدر تعمل لك بوزيشننج في مكان يليق بيك؟ الفكره في الماركتنج ان احنا مش بنعمل كامبين، احنا بنبني ايكو سيستم كامل. لو عندك شك في اي حاجه من الثلاث حاجات اللي اتكلمنا فيهم، ابعت لي مسج وتعالى ندردش مع بعض. وما تنساش تعمل فولو عشان اللي جاي تقيل. انا بجد سعيد وجاي اقول لك الكلام اللي الناس هتخاف تقوله لك.